بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. طبعا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا هنخش في الفيديو على طول بدون أي مقدمات. كلنا طبعا عرفنا بسرقة الملايين اللي حصلت في بيت الدكتورة نوال الدجوي، وكنا عارفين برضه إن السرقة حصلت من غير أي كاس أو أي أثر لعنف، ولكن حصل اللي محدش يتوقعه، وإنه بعد كام يوم يحصل حادثة عجيبة، حادثة غريبة. شاب في أواخر العشرينات اسمه عمر، مين عمر ده؟ أحمد. عمر ده حفيد الدكتورة نوال. لقوه في شقته جثة هامدة على الأرض، تمام، واخد طلقة في راسه. الشرطة قالت ده انتحار، دي جريمة انتحار. ولكن هل هو انتحر فعلا؟ ولا هي مجرد محاولة لإسكات الصوت اللي ممكن يوصلنا للحقيقة؟ أهل المنطقة قالوا إن ما كانش فيه أي صوت أو أي حاجة غريبة، وغير كده مفيش كاميرات في الشقة. ووصل تحت المبدئي ولقوا إن علامات الاستفهام أكتر، عندك علامات استفهام كتير أكتر من الإجابات. وهل دي فعلا قضية انتحار ولا لا؟ وهل فعلا هو انتحر، ولا هو اللي عملها، ولا اللي قتله عايز يقول ان هو انتحر، او هو اللي قتله، او هو اتقتل عشان كان ممكن يبقى معاه حاجه توصله للحقيقه السرقه؟ وهل جريمه القتل لها علاقه بسرقه الملايين؟ وكل ده واكتر ولسه معانا في القضيه الغامضه ده. عايز المشاهد، خلينا بس نقول لكم، انت لو فاكر ان دي النهايه عايز المشاهد تبقى غلطان، دي لسه مجرد البدايه. حضرتك السكوت حوالين نوال، الدكتوره نوال، في حاجات غريبه متداريه، وكأن في حاجه غلط، في شبهه في الموضوع. وطبعا مع التحقيقات هتظهر كل حاجه. بعد اذن طبعا، قبل ما طبعا ده كمان، وعندنا كمان ان القضيه غريبه عامه من بدايه سرقه الملايين كمان. في حاجات مش مفهومه، والناس في حاجات حوالين دكتور نوال مستخبيه ومدعي عليها، وفي حقيقه. هي فين الحقيقه؟ مستخبيه. بس خلي بالكم، دي الجريمه دي ممكن تكون اخطر من السرقه نفسها. حضرتك انت من بدايه السرقه اللي حصلت والغموض اللي حوالين الدكتوره نوال، وبعد بعد ما ظهرت المحامي بتاعها قال انها عندها زهايمر، ممكن تكون نسيت، الله اعلم. دي حاجات اتقالت في الاعلام، بس ما نعرفش ايه او ليه قال كده او الحاجات دي. انا عامه لن ادخل الا في التفاصيل الجزء الثاني من القضيه. حضرتك ما انت لما تلاقي سرقه وبعدها بكام يوم تحصل حادثه قتل في العيله، يبقى انت اكيد في حاجه غلط، في شكوك ان في حاجه مستخبيه. بس الحقيقه فين؟ دي لسه مستخبيه ومحدش يعرف حاجه. الغموض من كل حته، الغموض من كل حته في القضيه لوحدها فيها حاجه غلط، فيها شبهه، فيها كأن في حد بينتقم، او في حد له طار، حاجه زي كده. انت ما تعرفش لحد دلوقتي في ايه. وكل ده حصل من بعد السرقه. ما حضرتك زي ما احنا قلنا في الجزء الاول ان كان في خلافات عائليه بين الدكتوره نوال وعائلتها. والله اعلم، انا لا اؤمن التهم جزافا على اي احد، ولكن انا اذكر بعض المعلومات اللي عشان نحللها ونفصلها، وممكن نشوف ايه معالم القضيه الغامضه دي عامه. حضرتك انت لو فاكر يا عزيزي المشاهد ان دي لسه البدايه، ان دي النهايه، هتبقى غلطان يا باشا. احب اقول لكم دي لسه مجرد البدايه. احنا لسه القضيه دي لسه في بدايتها، من بدايه السرقه لقضيه قتل حفيدها عمر.
حضرتك انت قدام قضيه ممكن تهز الراي العام في اي وقت. فانت حضرتك انت عايز تشوف ايه اللي ممكن يحصل تخليه يعني قضيه عجيبه بصراحه. يعني انا اول مره اشوف قضيه فيها التعقيدات ده. وحضرتك احنا قلنا ان السرقه حصل تمام، وان مفيش، والناس كلها بتشرب باحترام، بس اللي اكتشفوه الشرطه ان كان في خلافات بينها وبين عيلتها. وبعدها بكام يوم من السرقه حصل اللي حصل، وجريمه قتل حفيدها عمر. ده هيزود الشكوك اكتر في القضيه. حضرتك ده طبعا نهايه الفيديو. طبعا حضرتك انت لو عايزنا نتعمق ونخش في تفاصيل اكتر ونتكلم عن القضيه دي بشكل عام، تبقى سلسله في الفيديوهات بتاعتنا. اكتبوا رايكم في التعليقات في الكومنتات، هل دي قضيه انتحار ولا تصفيه حسابات؟ اشوفكم كل خير، واشوفكم فيديو جديد. اشوفكم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، السلام عليكم.